والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وتعزيته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. الأخت العزيزة الغالية التي تشرفت بالانتساب إليها أسرياً، ليلى يعقوب. ليلى يعقوب، الخيمة والوتد والمسكن الأبدي. ليلى يعقوب، الخيمة والوتد والمسكن الأبدي. فما معنى يا أعزائي أن توصف حياة إنسانة فاضلة بهذه الكلمات الثلاثة: الخيمة والوتد والمسكن؟ وأستعين بالنصوص الكتابية. أما عن الخيمة أحبائي، فجميعنا على الأرض نسكن في خيمة مؤقتة، ولكن ليست الفكرة أن نخجل من السكنة في الخيمة، لأن الإنسان البار بحياته الحافلة كما سأذكر يزين ويجمل الخيمة، رغم أن تعبير الخيمة يشير إلى سكن الرحل وسكن الذين ليس لهم مأوى وسكن للمشتتين وسكن للذين ليس أحد يأويهم، فيقال تجاوزا أنه اضطر أن يسكن في خيمة، لكن ليس هذا إطلاقا هو قصدي في كلمة العزاء، لأن الخيمة هي تعبير كتابي عن السكن والغربة والزمن المؤقت الذي يعيشه الإنسان على الأرض. فليلى يعقوب سكنت في خيمة، لكن تعالوا معي نكتشف ماذا كان في داخل الخيمة. بدأت الخيمة بسكن الرفقة مع الفنان صاحب النغم الجميل الشماس اسكندر بولس، هذا الذي ربما شريحة كبيرة من حضراتكم لم يلتقي به بالجسد لأنه تنيح منذ سنوات، ولكن أنا سمعته بآذاني وتقابلت معه في نغماته الجميلة عندما كان ينشد ويرنم تسابيح شهر كياك المبارك وألحان الكنيسة، وكان هذا مع بداية كهنوتي في كنيسة العذراء بالسادة في أوائل السبعينات. كنا بنسمي الشماس اسكندر بولس الكروان، وبالحقيقة كان هكذا. فكانت رفقة زيجية بين ليلى يعقوب والكروان اسكندر بولس داخل الخيمة، وبكل تأكيد أنه كان ينشد التسابيح الكنسية في رفقته الزيجية مع الأخت ليلى يعقوب. فكانت الخيمة نغمية، ولم يكن مجرد سكن قفر أو جامد. واستمرت الحياة داخل الخيمة إلى أن سمح التدبير الإلهي بأن تأتي
ثمرتي البنين، وصار أحدهما كاهنا في وسطنا نعتز ونفتخر به، قدس ابونا بنيامين. والثمرة الأخرى في الشقيق، وأخاطب أنا بالأخ والابن والصديق. الأخ رمز التمر. ثمرتين حلوتين شهيتين ولدوا في الخيمة. لا أقصد أن كانوا ولدوا في بلدة إبيار أو ولدوا في شارع طوخي، لا أقصد هذا بالمرة، لكن أنا أركز وأكرر مرات كثيرة تعبير الخيمة. يا رب، ما أجمل الإنسان الذي يستثمر سكنه على الأرض. أنت أوجدتني يا رب في خيمة، أوجدتني زوجة، ثم سمحت أن أكون أرملة، ومعها سمحت أن أكون أم. فما أجمل هذه الخيمة الوادعة الوديعة الهادئة الساكنة على مستوى حياة الأسرة التي يقال لها سلمي على الكنيسة التي في بيتك. أيوة، هي الجملة اتكتبت بأسلوب مذكر، يعني أنا عارف في كتابات بولس الرسول، لكن دي ممكن تتقال لكل إنسانة صنعت من بيتها كنيسة، صنعت من الخيمة كنيسة. سلم أيها الشماس اسكندر بولس على الكنيسة التي في بيتك، ولتسلم زوجتك على الكنيسة التي في بيتها، ولتسلمي أيتها الأرملة ليلى يعقوب على الكنيسة التي في بيتك. لا يغير من هذه الآلية أو الديناميكية أن الإنسان يدخل في ظروف صعبة، في ظروف المرض، في ظروف الترمل، لكن الخيمة جميلة، والخيمة تنطق بسكن الله فيها. ومن داخل الخيمة انطلقت هذه الطوباوية الأخت ليلى يعقوب تمارس عملها الأمين في وزنتها في المجتمع، فانخرطت في سلك التربية والتعليم. أرسلني منذ قليل واحد من شعبنا المحبوب الذي يعرفها، وكتب لي شوية نقط كتيرة، بيقول أرجو من الكاهن الذي يتكلم أن يشير إلى هذه الصفات. وأنا عاوز أطمن صاحب الورقة، ولو إني بشكره طبعا جدا على المشاعر دي، وأنا ما أعرفش هو مين لأنه ما كتبش اسمه، بس بقول له دلوقتي أنا بتكلم عن ليلى يعقوب بأكثر مما كتبت لي في الورقة. فأحبائي، في وسطنا، في مجتمعنا الكنسي، في مجتمعنا القبطي، في مجتمعنا الأرثوذكسي، في مجتمعنا الخدمي، نفوس أمينة حلوة جميلة. ربما البعض من حضراتكم لم يدخل هذه الخيمة التي كانت طول العمر في شارع طوخي الملاصق للكنيسة، لكن ريحة الخيمة تفوح بالأمانة والعطر والاستقامة. إيه رأيكم من التنمر ده دون أن أجرح شعور أحد من حبايبنا المترملين رجالا كانوا أو نساء؟ إيه رأيكم من الترمل ده لما يكون ممزوج بالأمانة
يعيشها بربنا يفوح منه عطر ورائحة جميلة، عطر الترمل الذي فيه نتخذ الكنيسة أبا وأما وزوجة وصديق. وهكذا يا أحبائي من داخل الخيمة أيضا كانت تتألم من وقت إلى آخر بأمراض شأنها شأن كل واحد منا، برضو ده يعطل الخيمة. آلامنا، تجاربنا، شدائدنا، ضيقاتنا، أثقالنا، وزناتنا كلها تعطل الخيمة. أنا عارف الوقت متأخر، لكن أنا ما بعرفش ألجم مشاعري في المناسبات زي كده، لذا أنتقل سريعا من الخيمة إلى الوتد، ولعل حركة يدي تشير إليكم بما أنوي أن أتحدث عنه. كلنا عايشين جوه الخيمة، وبعد كده يجي ربنا بقى بمحبته وكرمه وسخائه وجمال أبوتك يا رب لينا، تيجي تقول لازم أطوي الخيمة. ليه يا رب؟ ما الخيمة كانت حلوة وكان فيها حاجات حلوة أبونا شرحها دلوقتي، قال لازم أطوي الخيمة. فماذا أنت صانع يا رب؟ قال أفك الوتد. كلمة أحفظها منذ حبرية المتنيح مثلث الرحمات الأنبا يؤنس، ربنا يطول في عمر سيدنا الأنبا بولا. ولما كان يجتمع معنا وكن عددنا قليل جدا من الكهنة في الإيبرشية، ولما جت سيرة انتقال بعض الأحباء من شعب طنطا كان يقول ما هو يا أبهات لازم الوتد يتفك. تصور أنا فاكرها لسيدنا، أقول لكم من قد إيه بقى، من أيام ما كان موجود في بداية حبريته والسلامات، يا أبهات لازم الوتد يتفك. يتفك بقى باختياره، بمشيئته، بطريقته. يجوز الوتد وهو بيتفك ياخد وقت، ياخد معاناة، نروح المستشفى، ندخل العناية المركزة، ناخد أدوية، أيا كان. أي وسيلة ربانية يشاءها الرب عشان يفك الوتد. والناس الحلوة والناس المحيطين بقرايبهم لما يلاقوا الوتد بيتفك يتسلحوا بالإيمان والرؤية الأخروية، يقولوها علماء اللاهوت الرؤية الإسخاتولوجية، يعني رؤية للمستقبل، رؤية للأبد، رؤية للسماء. وكانت حبيبتنا ليلى يعقوب لها هذه الرؤية، كانت خادمة في الكنيسة. ده برضه ما أنا هفتكر إيه ولا إيه، تابع سكناها جوه الخيمة قبل الوتد ما يتفك، خادمة في الكنيسة وخادمة في خدمة قطاع البنات وخدمة سنة وخدمات كثيرة، كما كانت أمينة في عملها الوظيفي عندما استلمت تفتيش التربية الدينية المسيحية في وزارة التربية والتعليم، واختلطت بكثير من الزملاء والزميلات في قطاع التربية والتعليم، واللي فيهم حاضر معانا دلوقتي يعرف هذا الكلام ويستعيد هذه الذكريات. الإنسان اللي عاش في الخيمة صح يدخل الخيمة ويخرج ويخلص ويجد مرعى زي ما ربنا يسوع قال عن الحظيرة. ولما جاء وقت فك الوتد بروح الإيمان
وبروح التسليم الذي عاصرته مع الأسرة التي تشرفت بالانتساب لها، في شخص قدس أبونا بنيامين، وفي شخص أخويا العزيز وابني العزيز مهندس رامز، وكل أفراد الأسرة. حسيت بالإيمان الحلو الجميل. الله، ده وتد أمكم ليلى يعقوب بيتفك وكأن لسان حالهم. ما هو ده يا ابونا، مش انت برضو كاهن ارتبطت بينا بالأسرة؟ ما انت بتعلمنا كده في العظات المختلفة ان لابد بعد ما الخيمة تنطوي لازم الوتد ينفك، فنأتي إلى الكلمة الثالثة والأخيرة: حرصا على وقتكم، الرحيل إلى المسكن الأبدي. طبعا لو أي خيمة أرضية كانوا الناس قاعدين فيها مدة كده ومبسوطين بياكلوا ويشربوا ومتهنيين، وبعدين يجي لهم حد يقول لهم هنفك الأربع أوتاد دي ونطوي الخيمة، بالمنطق البشري الناس تنزعج وتضطرب. انت بتطوي الخيمة بتاعتنا ليه؟ انت عاوز تهد علينا حياتنا؟ ويزعلوا يعني من الناس. لكن على المستوى المسيحي، على المستوى الروحي، يا للعجب يا رب على الرؤية الربانية الجميلة اللي بتحطها في قلب ولاد وبنات ربنا لما يلاقوا الوتد بيتفك لأغلى الناس وأغلى الحبايب بالنسبة لهم، الأم ليلى يعقوب. لكن هنا بقى روح الإيمان وروح التسليم، ما يا رب موافقينك على فك الوتد علشان النقطة الثالثة: الرحيل إلى السكنة الأبدية. يقول معلمنا بولس الرسول: نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب. ما هو نتغرب عن الجسد دي أنا اللي ترجمتها بفك الوتد. طب ما احنا عايشين في الجسد، ما دي كانت النقطة الأولى بقى، الخيمة. طب بعد كده يجي بولس الرسول يقول نتغرب عن الجسد، يبقى فك الوتد. طب والحتة الثالثة يا بولس؟ نستوطن عند الرب. زمان وانا علماني كان في ترتيلة بنقولها في اجتماعات الشباب واحنا صغيرين، الشباب صغير: وعندما تنتهي الحرب نكلل، نعم نكلل في الموطن السعيد. وكنا نكررها القرار بتاعها كده: ولما تنتهي الحرب نكلل في الموطن السعيد. وانا كانت الترتيلة دي من اكثر التراتيل اللي احبها اما كنا بنرتب في اجتماعات الشباب في مصر. ولما تنتهي الحرب، اترجمها بقى من نقط العظة: ولما تنتهي الحرب تطوى الخيمة، ولما تنتهي الحرب يتفك الوتد ونرحل إلى كنعان. جزنا نهر الأردن، دخلنا كنعان كأني في دار النعيم. ترتيلة برضو تكملتها كده. أحبائي، إن الصورة الصعبة التي أحيانا ينفك بها الوتد تؤلم الكثيرين حسب الطبيعة البشرية. أنا أعلم هذا تماما، وأنا عايش في الظروف دي، وأنا بتكلم أنا بلحمي ودمي عضو في هذه الأسرة، وده شرف لي طبعا. هم يتشرفوا بأن أنا كاهن ارتبطت بهم بصلة النسب من خلال زيجة ابنتي مريم الأخ رامز، لكن أنا أفهم الانتساب، انتساب الروح وانتساب المبادئ وشرف القربة الروحية أكثر من القربة الجسدية. وبعدين جاء بقى النسب الأعظم والأعظم، أخوة الكهنوت وزمالة الكهنوت مع قدس أبونا الحبيب أبونا بنيامين. ده أنا فاكر في مرة زرت البيت وأنت وريتيني يا مدام ليلى يعقوب
تسجيل كان قديم خالص لليلة من ليالي رأس السنة في ماريجرجس هنا. وكان مين بقى الطفل الجميل اللي عمال يردد زمان لما كنا لسه بنبتدي حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر وصباح 1 يناير. وكان الطفل الجوهرة جوزيف اسكندر الذي صار فيما بعد أبونا بنيامين اسكندر. تقول يا منى أنت هتبتدي تمدح عشان صلة القرابة؟ لا، ضميري ما يقولش كده، لكن عندما أشير إلى فضائل أنقلها من داخل قلبي وليس على مستوى المجاملة البشرية. ليلى يعقوب، الخيمة، الوتد، المسكن الأبدي. أنت مريتي يا أخت ليلى في الثلاث مراحل، وهو أنا زي ما قلت إن أي إنسان فينا من جماعة المؤمنين يعني معرض إنه يمر في الثلاث خطوات دول، بس الشاطر هو اللي يعرف يعيش صح في الخيمة، واللي يحتمل الألم لما الوتد يتفك. والحاجة الثالثة يبقى فرحان وهو رايح المسكن ولسان حاله ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي عيني من الدموع ورجلي من الزلل، أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء. والعجيب أحبائي كما ذكرت في توديع حبيبتنا طيبة الذكر المرحومة عايدة الراهب، واللي كانت جنازتها الساعة 1 يعني، وقلت هذه العجب بالأمس فقط كنت إلى جوار سرير الأخت عايدة الراهب في العناية المركزة، وبعدها بدقائق أسلمت الروح. ثم كنت إلى جوار سرير الأخت ليلى يعقوب في العناية المركزة، وبعدها بنصف ساعة أسلمت الروح. ولذلك أصارع مجتهدا أن أضبط دموعي. يعني العجب في هذا الوداع هو بترتيب من ربنا طبعا، ومفيش حد بيرسم لحظات توديعه لحبايبه يعني، لكن الموضوع ده مأثر فيا جدا. اسمحوا لي أحبائي نظرا لظروف دفن جثمان ببلدة بيار أكتفي بهذا القدر، لكن كان في الجعبة الكثير، ولعل كلمات مركزة تكشف في عقولكم الكثير مما في عقلي وقلبي. أقول بالإصرار عن نفسي لا لازم ابتدي بوسابونا بنيامين قلب. بالنيابة عن وسابونا بنيامين وشقيق الغالي الابن العزيز المهندس رامز، وبعدين أقول في الآخر أنا بقى وبالإصرار عن نفسي أتقدم بخالص الشكر أولا لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطرنا المحبوب الذي يتابع دائما ظروف أبنائه لولا ظروف سفره خارج مصر الآن لكان أول الحاضرين. الشكر لكل إخوتي الآباء الموقرين كهنة إبرشية طنطا وتوابعها، وشكر خاص للآباء الموقرين كهنة كاتدرائية ماريجرجس وشهداء طنطا الأبرار. نقدم شكرا خاصا لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مكسيموس مطران بنها وأوسنا الذي تفضل فأناب عنه قداسة أبونا الموقر القمص بنيامين حليم وكيل مطرانية بنها وأوسنا والذي هو حاضر معنا الآن. الشكر لمجلس كاتدرائية ماريجرجس وشهداء طنطا الأبرار
وخورس الشمامسة المباركين، وخدام وخادمات جميع المراحل بالكاتدرائية. كما نوجه شكر الإخوة العاملين بشركة أونكس للأجهزة المكتبية التي يرأسها ابننا العزيز المهندس رامز. شكر للسادة الصيادلة والعاملين بمستشفى الحميات بطنطا والمهندسين بديوان محافظة الغربية. الشكر للسادة الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى دار القمة، وأيضا بالمستشفى الأمريكي بطنطا. شكر خاص للأخت الخادمة الأمينة تاسوني إريني وكافة العاملين بدار فيبي. دار فيبي دي مزهدة في العناية بالمرضى والمتألمين والمتوجعين. أنا مش عاوز أمدحهم كتير، أجركم في السنة قد كده كما رأيت بعيني. سيتم دفن الجثمان أحبائي بمدافن الأسرة ببيار، ثم تعود الأسرة مباشرة لكي تبدأ تقبل العزاء النهارده الساعة 7:30، بدءا من 7:30 مساء بقاعة البابا شنودة، وقاعات العزاء بره، بس الدور الثاني. الدور الأول تقبل العزاء في المرحومة الأخت عايدة الراهب، الدور الثاني لأسرة حبيبتنا ليلى يعقوب. يوجد بالخارج أتوبيس لنقل من يرغب بالمشاركة في دفن الجثمان بالديار. وإن كنت أظن، معلش سامحوني، إن يا دوبك المينيباص هيكون على قد أفراد الأسرة وعددهم مش قليل يعني، لكن الأمر متاح، عاوز يجي مع عربياته الخاصة براحتكم. أخت يعقوب مبروك، اطلب من المجدين الأبداني